بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما اتكلم في اي موضوع، احب انكم تدعوا لاخواتنا في غزة ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يشفي ام مصطفى، ام حلمية، ورانيا وزاهية والجماعة دول كلهم، ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض. اول موضوع هتكلم فيه ام جنى بتقول انا بوظت عملية التكميم. يا ام جنى، انتي لسه ما زلتي فوق 100 كيلو، ويبقى عندك ثبات في الوزن من دلوقتي، ده دليل على انك انت بتلخبطي في الاكل. المتكممين لما بيبقوا ملتزمين بينزلوا في الوزن بسرعة، خاصة اللي زيك ان انت كنت فوق 100 بكتير. يعني المفروض كنت نزلتي نزول اكتر من اللي انت نزلتيه ده في الوقت ده. انت بنشوفك في الفيديوهات يعني بتاكلي عادي وبتشربي عادي، ما بنشوفكيش ان انت يعني بتقللي في اكلك وكده. يا ام جنى، لازم تتبعي نظام غذائي معين، حتى لو مع نفسك تقللي النشويات خالص او تمنعيها، وعلى لغايه ما تقربي من الوزن المثالي. يعني انا مثلا، انا قربت من الوزن المثالي، ما عادش ما عادش فيه اي وزن بينزل، بقى وزني ثابت. مهما حافظ وزني ثابت. نفسي انزل يعني 5 كيلو كمان عشان أبقى اوصل للوزن المثالي. مش قادر. يعني بعمل كل جهدي وبمشي وبعمل نظام غذائي معين، ما باكلش معاهم في البيت، ما باكلش نشويات كتير، واحيانا ما باكلش نشويات خالص، ومع ذلك وزني ثابت. فالوزن ما بيثبتش الا لما اللي عمل عملية التكميم ده يقرب من الوزن المثالي وانت لسه فوق 100. واشربي مية كتير، اشربي مية كتير برضو. شرب المية كتير وانت لسه بتنزلي كده بيساعد في زيادة الحرق وبيعلي الحرق. وحافظي على نفسك لان الصحة غالية يا ام جنى، انما الهمجية اللي انت عايشة فيها ديت ما تنفعش. انت بالفعل ان فضلت كده هتبوظي عملية التكميم. ده كفاية بس رهبة وده ودخول العملية. كفاية دي عملية كبيرة. يعني الواحد المفروض يحافظ على قد ما يقدر. كل ما تفتكر الألم والحاجات اللي حصلت لك وتفتكر الراحة اللي انت فيها دلوقتي، بتلبسي اللي انت عايزاه، ماشية براحتك، طالعة براحتك، نازلة براحتك، ما عدتش بتتعبي زي الأول. ده بيخليكي وبيديكي حافز انك تبقي أحسن وأحسن. فالمقصود من ده كله، اللي شاف عملية التكميم وحضرها وتعب فيه المفروض يحافظ. يا ام جنى، يعني ما صعبتش عليك الفلوس، تصعب عليكي نفسك. فانتي يعني انت اللي هتنفعي نفسك وانت اللي هتضر نفسك. ونصيحة ريان، حرام عليكي ابنك ده، يعني لسه طفل صغير، عشان يقدر يتحرك ويقدر يجري ويقدر يلعب ويلبس اللي هو عايزه ويعيش حياته. السمنة دي مقبرة البني آدم. اسمعيها مني نصيحة، ربنا يهديك لنفسك. نتنقل يا حبايبي لمغتربة في فرنسا. ايه رأيكم وايه حكمكم على بني ادمة ما عندهاش لا ذمة ولا ضمير، لما تسيء للميتين بعد موتهم؟ هم خلاص ماتوا، وربنا اللي هيحاسبهم على اي عمل عملوه. لما تتهم الاستاذ عادل فتحي مغتربة في فرنسا وتقول ان هو كان بيسمع كلام النسوان، ولما سمع كلام النسوان غير رأيه
عني وابتدى يهاجم فيا. اذكروا محاسن موتاكم، انت انسانه، يعني ما ينفعش اصلا انت يتقال عليكي انسانه. وبنت ناس ايه وبنت مستشار ايه؟ واللي انت بتعمليه ده ايه؟ فوق لنفسك شويه لما يبقى الراجل بين ايدين ربنا وتتهميه التهم دي. الاستاذ عادل فتحي الله يرحمه كان انسان محترم جدا جدا، وكان بيحترم الصغير قبل الكبير في اليوتيوب. انا منساش فضله بعد ربنا لما ينصحني ويكلمني ويقول لي العنوان، اهتمي بالعنوان، العنوان هو اللي بيشد المتابع. العنوان، وشوفوا جمهورك بيحب يتفرج على قنوات ايه وتناولوا موضوعاتهم. وحاول ما تبقيش حادة في النقد بتاعك وما تهينيش حد. الراجل عمره يعني ما وجهنا لأي حاجة غلط. اتقي الله شوية، اتقي الله. وحرام عليك لما يبقى إنسان بين إيدين ربنا وتهينيه وتتكلمي عنه كلام مش كويس بالطريقة دي وبالشكل ده. ازاي؟ بدل ما تذكري محاسن موتاكم. هو ما هو كان بينقدك كويس وما كانش بيغلط فيك ولا عمره غلط فيك. حتى لما كان بينقدك بالسلب ما كانش بيغلط فيك. لما اكتشف حقيقتك وعرف حقيقتك فبدأ يعرض حقيقتك على الناس كلها. صدق لقبه لما قال عليكم مفترية بردو. حرام عليكي، حرام عليكي. الراجل بين ايدين ربنا. خليكي في مشاكلك وفي بلاويك اللي انت بتعمليها في حياتك وفي كل الناس اللي حواليك. اه، ولما عبير خاينه وست مش كويسه، عبير في اسبانيا الست المحترمه، كنت عايزه بناتك يتجوزوا ولادها ليه؟ اه، كنت عايزه بناتك يتجوزوا ولادها ليه؟ مش حرام عليكي؟ مش حرام عليكي تسيئي للناس وتخلي الناس تندم على اي خير هي بتعمله؟ واحده زي عبير ديت انا اعتقد وعلى ما اظن ان هي كرهت الخير اللي ممكن يتعمل في الدنيا كلها من عمايلك معاها. استضافتك، صرفت عليكي، فسحتك، عزمتك، اكرمتك، وفي الاخر عملت معاها ايه؟ في الاخر عملت معاها ايه؟ اتقي الله، اتقي الله يجعل لك مخرجا، لكن انت ما بتتقيهوش. وان شاء الله ربنا في يوم من الايام هيكشف ستره عنك اكتر واكتر، لانك انت تستاهلي، لانك انت ظالمه للاسف الشديد، انت ظالمه. وننتقل لرياكت تاني. رانيا داوود. رانيا داوود طلعت علينا في بث امبارح، سمعته يا حبايب قلبي، ولقيتها بتبكي طبعا علشان والدتها. ربنا يشفي لك والدتك. الام طبعا نعمة كبيرة وغالية، غالية قوي. الام طبعا نعمة كبيرة، ولما بتبقى تعبانة الكل والبيت كله، البيت كله بيبقى ولا كأن اي فرح ولا اي سعادة فيه. ما بال ان انت عندكم فرح. ربنا ما يغمش حد ابدا ويفرح مصطفى وزوجته بابنهم، ويشفي امكم وتبقوا في سعادة. احنا مهما اختلفنا مع اي حد فيكم يا رانيا ما نقدرش نتمنى الشر لحد ولا الحزن لحد، لان زي ما بتتمنى للناس برضه ربنا هيديلك. احنا كنا طلعنا على زاهية او انتقدناها يعني بالنسبة لها نقد سلبي، فعلشان السلبيات اللي كانت بتعملها، لكن ما نتمنى لهاش هي ولا اي حد حاجة وحشة. وربنا يفرح كل قلب ام بضناها، لان اليوم الفرح ده بيبقى عند اي ام بيبقى هو اليوم المنتظر من يوم ما الست فينا بتخلف ولد او بنت، بتكبر وبتربي وبتعلم لليوم ده، للنتيجة دي، النتيجة الحتمية دي، الفرحة الكبيرة.
فربنا يفرحكم ويفرح قلوبكم ويشفي لكم والدتكم وتقوم بالسلامة وتفرح معاكم بفرح ابن اخوكم. واتبسطت منك قوي يا رانيا لما واحدة كتبت لك تعليق وقالت لك يا مدام رانيا، انا بقالي 3 سنين شغالة على اليوتيوب، ارجوك ولو سمحتي القناة ديت ما انا عاملاها يعني مصدر رزق ليا، ثبتي تعليقي علشان الناس تدخل تدعمني. ولقيتك ثبتت التعليق بتاعها، احترمتك وقدرتك. ربنا يصلح حالك ويجعله في ميزان حسناتك. ربنا يصلح حالك ويجعله في ميزان حسناتك. بس اللي معجبنيش في البث حاجة واحدة بس يا رانيا، انت بتقولي ان ولادك والدتك هي لهم كل حاجة. طبعا معروف ان الست سواء ام الاب او ام الام بيحبوا احفادهم وابل حباية عينيهم اللي بيشوفوا بيها. ومش عايزه اقولك ممكن كمان الاحفاد ساعات بتبقى منزلتهم في قلب الست اكتر من الابناء، وده شيء انا مجرباه مع احفادي الصغيرين. بحب احفادي يمكن اكتر من امهم وابوهم. ف يعني اكيد ستهم ام ابوهم برضو بتحبهم يا رانيا. مفيش ابدا ام هتكره ابنها ولا ولاده، فبالتالي اكيد بتحب ولادك. يا ريت يا ريت ما نتطرقش تكوني في حاجه وبتتكلمي عن حاجه، يعني ما تتطرقيش لا من قريب ولا من بعيد للكلام عنهم. دي حاجه برضو تمسهم وتزعل. دي نصيحه مني ليكي، قبلتها او ما قبلتهاش. بس انا عذرتك انك بتبكي عشان والدتك، بس مش معنى كده ان انت بتبكي علشان والدتك انك انت تقللي من ست ولادك. وده شيء انا شفته وسمعته، واكيد ناس معايا سمعوه وشافوه. وفي النهاية بتمنى الشفاء لأم مصطفى، والكل يدعي لها هي وكل مريض، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.